عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض حتة كيكة يا جماعة، خطيرة خطيرة خطيرة. يعني مش قادرة اوصف لكم قد ايه الكيكة دي طلعت خطيرة معايا. شايفين لون الكيك عامل ازاي؟ هنعملها النهاردة بطعم لذيذ جدا جدا، هتعتمدوها وانا واثقة ومتأكدة ان كل اللي هيجرب الكيكة بتاعت النهاردة بالمكونات والمقادير اللي كلها موجودة عندنا في البيت، وكمان الصوص الخطير اللي هنحطه على الكيكة، هتنبهروا بيها بجد. حتة جاتو يا جماعة هتاكلوها. شايفين الكيكة عاملة ازاي من جوه؟ شايفين اللون من بره عامل ازاي؟ حاجة في منتهى الجمال. ولا الصوص بقى يا جماعة اللي احنا هنحطه على الكيكة، بجد حكاية. عايزة اقول لكم الفيديو بتاعي النهاردة يستاهل منكم 1000 لايك و1000 شير، واتمنى ان هو يعجبكم. ولو اول مرة تشوفوا وصفة من وصفاتي تابعوني عشان يوصل لكم كل جديد. و اسيبكم بقى مع المقادير ومع المكونات اللي هنقولها النهاردة. طريقة سهلة جدا جدا جدا. اول حاجة معايا كوباية من الزيت، تاني حاجة معايا كوباية من السكر، ومعايا 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ. كمان هحط عليهم معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة. لو ما عندكيش فانيليا سايلة حطي فانيليا عادية. هبتدي ان انا اضرب المكونات بتاعتي دي كلها مع بعضها بالمضرب لحد ما اللون بتاعهم يفتح. ممكن برضو تعمليهم في الخلاط زي ما تحبي. اهم حاجة السكر يدوب خالص، ما يبقاش واضح في المكونات بتاعتنا. بعد ما هضربهم ولونهم هيفتح معايا بالشكل ده، هقول لكم بقى هنعمل ايه. انا حصل معايا موقف وانا بعمل الكيكة دي خطير، سبته لكم يعني عشان تشوفوا برضو ايه خلف الكواليس. المهم بعد ما ضربت افتكرت ان انا محطتش معلقة الخل الكبيرة اللي بتخلي الكيكة هشة وطرية وصلاحيتها تقعد معاكي بالعشر ايام طرية، ما يجرالهاش اي حاجة طول ما انتي محتفظة بيها، ومحتفظة ان انتي مغطياها وحطاها في علبة محكمة الغلق، تقعد معاكي فترة طويلة جدا مش هيحصل لها اي حاجة. تاني حاجة هنستخدم ايه النهاردة في الكيكة؟ هنستخدم مربى المشمش. مربى المشمش تقدري تجيبي اي شركة انتي بتحبيها. هناخد منها معلقتين كبار هنحطهم على الخليط بتاعنا ده. وهنعمل ايه بعد كده؟ هنقعد نضرب بقى، نضرب في المكونات ديت لحد ما المربى ديت تدوب معانا في الخليط بتاع الكيك. طبعا زي ما انتوا شايفين الاسباتيولا مش هتبقى معايا كده ماشي حالها يعني، فهبتدي ان انا اجيب المضرب واضرب. وانا وبضرب بالمضرب يا جماعه بقى بعزم ما فيا عمال اضرب بقى، راح المضرب ايه اتكسر زي ما انتوا شايفين كده. طبعا معرفتش هعمل ايه، مش هعرف امسكه، فطبعا خليته على جنب وجبت بقى المضرب بتاع المضرب الكهرباء. ابتديت ان انا اقلب بيه عشان المربى كان فيها قطع، فابتديت ان انا ايه ادوبها يعني بالمضرب ده. بعد كده جبت نص كوبايه من الحليب برضو يكون بدرجه حراره المطبخ. ولو هو في التلاجة ومستعجله وعايزه تعملي كيك تقدري ان انت تطلعيه وتدفيه شويه على النار، هيبقى معاكي زي الفل. خلاص المقادير بتاعتنا كلها اتضربت كويس جدا 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 والسكر داب. هبتدي ان انا احط 2.5 كوباية من الدقيق. الدقيق هحط عليه معلقه كبيره من الكيك شيف او البيكنج باودر. وطبعا لازم اي حاجه بنعملها نحط فيها ذره الملح اللي انتوا شايفينها دي. وهبتدي ان انا اقلب واحده واحده عشان برضو ايه الفوم اللي انا عملته في المكونات ما يهبطش. هبتدي ان انا اقلب في اتجاه واحد زي ما انتوا شايفين كده لحد ما الدقيق يختفي معايا تماما. هنضيف بقى ايه للكيكه ديت عشان يدينا غناوه اكتر. اي نوع مكسرات عندك بتحبيه تقدري ان انت تضيفيه، مش هيقول لا. اي حاجه عندك عايزه تضيفيها ضيفيها. بصوا دوت بقى القوام المطلوب اللي انا عايزاه بتاع الكيك. انا بقى جبت كبشه حلوه كده من الزبيب الاحمر، وهبتدي ان انا اضيفه على الكيك. حرفيا يا جماعه انا كنت حاسه ان عجينه الكيك عايزه تتاكل كده وهي نيه. مجرد ما نزلت عليها الدقيق والزبيب وبقلب حسيت ان انا عايزه اكلها كده وهي نيه، بس طبعا ده ما حصلش يعني. هنعملها ازاي بعد كده؟ هنجيب صينيه. الصينيه هجيب منديل احط فيه نقطتين زيت، وابتدي ان انا اعمل الصينيه كلها بالمنديل ده، وايه احط فيهم حبه دقيق صغيرين واغلف الصينيه كلها. هعمل الصينيه كلها هغلفها كلها. عايزه اقولك بقى اللون بتاع الكيك لما يطلع معانا غامق من بره
انا طبعا كان المفروض ان انا استخدم 3/4 كوبايه من السكر عشان ما تبقاش مسكره معايا قوي وتديني اللون الفاتح بتاع الكيك الذهبي. انا بقى زودت، خليتهم بدل 3/4 كوبايه انا خليتهم كوبايه كامله من السكر عشان يديني اللون الغامق الخطير اللي انتوا شفتوه من بره ده. بعد ما غلفت الصينيه كلها بالزيت والدقيق ابتديت ان انا انزل المكونات كلها في الصينيه بالشكل ده. طبعا قبل ما نبدأ في الكيك لازم نشغل الفرن على درجة حرارة 180، ومجرد ما ندخل الكيك الفرن هنسيبه، مش هنفتح عليه غير بعد 35 دقيقة. اول ما نشم ريحة الكيك نروح على طول نختبرها، طلعت معانا نضيفة الستيكس اللي احنا هنجرب بيه الكيك طلع معانا نضيف، يبقى الكيكه بتاعتنا استوت وبقت زي الفل زي ما انتوا شايفين كده. طلع فيه عجين خفيف خالص، هتقفلي الفرن وهتسيبيه جوه الفرن، هتسيبيه جوه الفرن مقفول عليه، وبعد كده هتطلعيه هتلاقيه مستوي. هنجيب بقى الستيكس ده ونحاول ان احنا نفرغ الكيك من الصينيه زي ما انتوا شايفين كده، هي تمام ما فيهاش اي حاجه. هنجيب بقى صينيه ونبتدي ان احنا نقلب الكيكايه عليها. طبعا كالعاده لو احنا مستعجلين وعايزين نخلص بسرعه وهنقلب الكيك وهي سخن، فطبيعي ان احنا هنلاقي جزء في الصينيه. طبعا بنتي بتحب تشاركني وبتحب تثبت نفسها في كل فيديو ولازم تحط ايديها في كل فيديو، فيعني حطوا لها لايك يا جماعه، حطوا لبنتي لايك عشان هي بتبقى واقفه تساعدني يعني. فلقيت قطعه الكيك ديت فضلت في الصينيه، بس على مين ولا يهزكوا يا جماعه، هاتوا الاسباتولا وطلعوا بيها حته الكيك دي وابتدوا رجعوها كده مكانها، سكنوها مكانها تاني وهتبقى تمام ما فيهاش اي حاجه خالص. ما احنا مش هنبوظ طبعا شكل الكيك اللي احنا تعبانين فيه وعاملينه عشان خاطر لزق في الصينيه، لا طلعوا من الصينيه ورجعوه مطرحه تاني. بصوا ولا اي حاجه، ولا كأن في حاجه مقطوعه من الصينيه خالص. بعد كده هعمل ايه؟ هجيب معلقتين كبار من مربة المشمش اللي احنا حطينا منها جزء في العجين، وهبتدي ان انا احط عليها حبة مية دافين صغيرين واقلبهم كويس جدا جدا، ولو في اي قطع هبتدي ان انا اهرسها بشوكة. وبعد كده هجيب الفرشة بتاعة التلميع وهبتدي ان انا المع الكيك كله بمربة المشمش زي ما انتوا شايفين كده. بجد يا جماعة كانت الريحة تحفة والطعم كان خطير، كان خطير خطير خطير. القطع بتاعه المربى اللي فضلت معايا في الطبق حطيتها كده ايه كديكور يعني في نص الكيك. هبتدي بقى ان انا اقطعها معاكم ونشوف شكلها من جوه عامل ازاي. عايز اقول لكم ان الزبيب كله ما كانش ظاهر في نص الكيكه، كان ظاهر على الطروف زي ما انتوا شايفين كده. هبتدي بقى اقدمها في الطبق ونشوف مع بعض شكلها عامل ازاي. طرية طراوة يا جماعة بجد خطيرة. طعم المربى بتاعت المشمش مع الزبيب مع الكيك، واو يا جماعة الطعم رهيب بجد والله العظيم، طعمها غني جدا جدا جدا. هبتدي بقى اجيب من الصوص اللي احنا عملناه اللي هي المربى بتاعت المشمش، ضفنا عليهم حبة مية دافين ودوبناهم كويس جدا. هبتدي بقى ان انا احط كده على قطع الكيك وندوق بقى. انتوا عارفيني انا لازم ادوق معاكم اي حاجة بعملها. انا طبعا حطيت كده شوية اكسترا صوص مشمش عشان ايه احس بالطعم اكتر، وهبتدي بقى ان انا ادوق معاكم الجمال اللي انتوا شايفينه ده. عايزه اقول لكم الكيكه رهيبه، اتمنى ان انتوا تجربوها. اي نوع مربى انتوا بتحبوه تقدروا تستخدموه، مش شرط مربى المشمش، بس انا بحس ان مربى المشمش بتليق مع الكيكات اكتر وبيبقى طعمها ظاهر اكتر وبيبقى طعمها تحفه مع اي نوع كيكه. بصوا بقى الطعم عامل ازاي، شايفين الكيك من بره بيلمع ازاي ولونه بني خطير يا جماعه، تحفه تحفه تحفه. باي باي بقى واشوفكم في فيديو